بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الفراخ البيضه بتاعتنا اليوم ال 38. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احنا ذبحنا منها امبارح، كانت حاجه زي العسل وكانت حاجه وز كده. طبعا ده كله راجع باهتمامنا وتربيتنا، واهم حاجه اللي لازم ننبه عليها برضو ان انت تجيبي الكتكوت فرز اول، لان طبعا الكتكوت لما بيبقى فرز بيبقى طبعا حجمه قليل جدا وما بيكبرش وبياكل زيه زي الكبير. فدي حاجات نصيحه ان انت تعمليها. تاني حاجه المفروض ما تجيبيش في المكان المتر في متر يا جماعه. يعني هو في الاول متر في متر ممكن يشيل 50 كتكوت، لكن بعد كده المتر في متر ده احنا بنعمله في مثلا لو عندنا 10 كتاكيت وعندنا متر في متر بنحطهم في ربع متر، في ربع متر بس. المتر مش هيشيل ال10 كتاكيت لما يكبروا. ال10 كتاكيت ممكن يعني ياخدوا متر ونص. فطبعا دي نصيحة لازم نهتم بيها ونعملها، عشان طبعا انا مع تجربتي. انا طبعا كنت بربي في اوضه فوق في شقه، بس طبعا كان متاح معايا، طبعا كانت الصحه الحمد لله. دلوقتي ما بقدرش اطلع ان انا اربي فوق، فانا بربي هنا اهو تحت السلم، بس بحطهم في البطاريه دي في الايام الاولانيه، لان طبعا الايام الاولانيه بخاف حاجه تجيلهم تحت السلم. لكن لو ان هضمن تحت السلم مش هيبقى فيه مشكله ولا حاجه دي كده كلهم هم صغيرين هرب، فانا بضطر ان انا ربيت في البطاريه وبنزلهم في الارض. بس طبعا التربيه لما تكوني في مكان وتوسعي فيه احسن من انت تنقلي من مكان لمكان، لان مكان لمكان لازم تعملي درجه الحراره المناسبه، اللي فوق زي اللي تحت، تحطي 8 متر فوق و8 متر تحت، ولازم درجه الحراره. طبعا احنا بنستقبل الكتكوت على 33، وكل 4 ايام بننزل درجه لغايه ما بنوصل للاسبوع الرابع. ممكن الحراره توصل 25، مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه تستقبلها على 33 ويبقى في تهويه مع رطوبه، تهويه مع تدفئه، ما تكونش رطوبه عاليه. التدفئه مع التهويه طبعا بتكوني عامله تهويه مش مباشره على الفراخ. الحاجات دي طبعا الواحد بيحب ينبه عليها عشان اللي عايز يربي واللي ما شافش طبعا الفيديوهات ولسه اول مره داخل على القناه. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله، وتدعمونا باللايك والاشتراك كومنت حلو منكم. احنا طبعا بنحاول نقدم كل حاجه احنا شفناها ولا اتعلمناها في تربيه الفراخ. تربيه الفراخ دي يا جماعه يعتبر تجربات. التجربه هي اللي بتعلمك، ان انت مهما تاخدي من حد التجربه والمكان بتاعك هو اللي بيعلمك. المكان بتاعك طبعا كل مكان يختلف عن التاني، وكل مكان بيبقى عايز تهويه غير التاني، وكل مكان بيبقى عايز تدفئه غير التاني. في مكان فيه رطوبه جامده، وفي مكان بيبقى اصلا ضربه فيه الشمس ويكون مربيه فوق او مربيه في بلكونه او حاطه في المطبخ. انا حاطه هنا في بير سلم، طبعا صعب جدا وانا عندي المكان بحري. انا عشان انزل من فوق لازم ادفي المكان. انا المره اللي فاتت انا كنت مخليهم في السلاكه لغايه لما كبروا قوي، والمره دي برضو لا، المره اللي فاتت نزلتهم بدري على 17 يوم، فطبعا المكان ما كانش متدفي كفايه وما كنتش مقفله كويس، فطبعا خدوا مني برد. بصوا هنا اهو انا عامله ستاره مقفله، عشان طبعا هنا السلم بيحدف من فوق جامد قوي عليهم، فانا لازم اخلي بالي من الحته دي. طبعا هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام، وهنخش طبعا على الخلطات. احنا دلوقتي بنقدم بدايل علف، عشان طبعا احنا خدنا الوزن الحلو بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا بدانا في يوم من يوم 25 واحنا بنحط بدايل. طبعا بنحط حاجات بسيطه جدا بحيث انت تعودي الفرخ، عشان طبعا اما تعودي الفرخ من هو صغير 25 يوم تدخلي مثلا ربع الكميه، بيبقى هو بيتقبلها وبياكل منها، عشان ما تقعدوش مثلا شهر وتيجي بعد الشهر تغيري. هما طبعا 25 يوم ما بيبقاش الفرخ برده بيشد في الاكل قوي، 30 يوم برده، بعد ال 30 يوم بقى بيشد. فاحنا بنحاول نحط بنعمل بقى تلاتات للبدايل. طبعا انا كنت حاطه لهم الصبح بطاطس مع علف، بطاطس مسلوقه مع علف مع عيش، ودلوقتي برده خلطه تاني غير بتاعه الصبح. فاحنا طبعا الحاجات دي حلوه جدا وموفره، وفي نفس الوقت احنا برده عايزين الطعم. احنا وصلنا للوزن الحلو. امبارح انا كنت وزناه 3 كيلو 350، كان ده يعتبر كان كبير برضو بسم الله ما شاء الله. كنت انا شايفه اكبر واحد فيهم، بس برضو الاوزان حلوه بسم الله ما شاء الله. يعني اقل واحده هنا او هتلاقيهم تلاتات، يعني التلاته حلوه مش وحشه. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني احنا بنذبح، ما بنقولش ما بنذبحش بعد ال 30 بعد ال 20 يوم، 30 يوم ما بنذبحش، لان بعد 30 يوم بيبقى في زيادات في الفرخ. هنخش بقى على الخلطه ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. الخلطه هي عباره عن العلف
وده فول انا بلاه، وده الشاي، وهنا العيش المدشوش. طبعا احنا ايه هنقلب كل الخلطه دي في بعضها كده عشان ايه نحطها للفراخ. الفول طبعا، الفول في زياده الوزن جميل جدا، والعيش بيطحل الطعم. وامبارح انا كنت دابحه الفرخه كانت جلدها اصفر عامله زي البلدي، فطبعا احنا عايزين حاجه بلدي وحاجه ايه حجم الابيض زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفول حلو جدا اهو، بصوا مفيش بقى اي مشكله الفوله ولا اتبلت ولا الحاجه اهو. انا طبعا هقلبها كده توه كله في بعضه، واخلي ايه اخليها كلها زي بعضها. العلف مع العيش مع ايه مع الفول. الفول جميل جدا اهو اهو، بسم الله ما شاء الله. بنحطه هما بياكلوا الله اكبر يعني. هنحط لهم طبعا في العلافات ونرجع تاني. طبعا احنا حطينا الاكل في العلافه. طبعا انا شلت العلافه عشان طبعا يعرفوا ان هما ياكلوا، عشان طبعا الاكل ده ممكن يبقى يعني يضايق في العلافه شويه ما ينزلش بسهوله. فطبعا ايه هو مش زي ما انتم شايفين كده، هوريكم برضو اهو اهو ما فيهوش بل اهو، بصوا اهو. بس برضو ايه احسن هنا بحط لهم كده بتبقى مكشوفه قدامهم اهو اهو، دي بتبقى مكشوفه قدامهم احسن ان انت ايه زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احنا طبعا السن اللي هو خلاص احنا كده هنذبح، او احنا ذبحنا اصلا امبارح واحده، احتاجنا واحده ذبحناها زي ما انتم كنتوا شايفين. الوزن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الصدر عامل ازاي والوراك عامله ازاي. والنوع ده قب يا جماعه. انا بحب القب عامه، مش عارفه بحب الصدور تبقى كبيره، بس والله كان فيها صدور ووراك برده مفيش اي مشكله زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاكل اللي انت بتحطه لهم لتغيير اللحم اللي هو البطاطس والعيش كان مخلي لحمه الجسم بتاع الفرخه امبارح اصفر زي الفراخ البلدي. فاحنا طبعا ربنا عايزين ناخد طعم البلدي وناخد كمان حجم الابيض. بصوا بقى بنقول لكم تنقوا الفرخ الكتكوت اللي هو ما يبقاش فرز. بصوا ده من اللي جنبه اهم. فاكرين الناس طبعا اللي معايا على القناه عارفه موضوع الفرخ الصغير ده، من اول ما جه وهو كان ضعيف، ولما عندي لنده فصلت هو الوحيد اللي اتاثر، هو الوحيد اللي تعب. انا عزلته وخليته مع نفسه كده، بس اديته طبعا علاج لان مش هطلع هو وحده اللي تعبان. لقيته عامل حمام اخضر، فمش هدي كل الفراخ دواء وهدخلهم في مشاكل الدواء، لا انا اديته هو بس لوحده. قعد كام يوم وبعد كده اديت له فيتامينات، وبسم الله ما شاء الله والله يعني اخر مره وزنته قلت اطمن عليه كان جايب كيلو و800. فبسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله ان هو ايه ما راحش يعني حاجه برده ايه 2 كيلو كيلو ونص حلو مش وحش. بس بصوا اهو، بصوا بينه وبين اخواته قد ايه. بصوا قاعد في الارض، بصوا بينهم وبينه قد ايه يعني. هو بسم الله ما شاء الله هيبان اهو. بصوا اهو، ده اصغر حاجه عندي يعتبر. كلهم الاوزان انا وزنت امبارح 2 كيلو 2 كيلو 300 3 كيلو يا ربي عفوا 3 كيلو 350 دوت عامل كيلو و800 او كيلو 900 انا كنت وزناه. فبصوا بقى الفرق. فانا بقول احنا لما هنربي الفراخ ونستنى لما تدينا الوزن اللي احنا عايزينه احسن ما نذبحها صغيره ونرجع بعد كده ايه لا نجيب تاني وموال تاني. لا يبقى انا لما اذبح الفرخه 3 كيلو ونص 4 كيلو يبقى انا كده ذبحت فرختين مش فرخه واحده. فالناس اللي هي ولحمها والله العظيم ما بيبقى ناشف وبتبقى زي العسل. انت بس خليها 40 يوم 45 يوم بسم الله ما شاء الله. بعد اذكر والله كنت بخليها 50 يوم باخد الصدور بانيه والله العظيم بتبقى جميله وزي العسل. فالحاجات دي والله العظيم يا جماعه عن تجربه بتكلم، مش بتكلم ان انا حاجه بكلام وبس، لا عن تجربه ان احنا بنربي لنا زمان يعني. مش هقول لكم انا بربي ليا كام سنه، هقول لكم 40 سنه والله العظيم يعني. انا الحمد لله بنربي لنا زمان. بس طبعا احنا الابيض مش من زمان قوي يعني. الابيض هقول لك ممكن 15 سنه يعني، لو كترت قوي 20 سنه ممكن 20 سنه اكتر، لا اكتر من 20 سنه. بس كنت بجيبه بقى ايه ما كناش بنعرف بقى اللي هو الفرز الاول من الفرز الثاني، كنا نلاقيهم قاعدين ليهم كده. وكانت في معامل عندنا بتبقى معامل اهالي يعني، مش اللي هو بقى الكتكوت الواو، فما كانش بيكبر معانا بالدرجه دي يعني. فبعد كده بقى احنا استدرجنا وعرفنا فرز اول وفرز ثاني، كل حاجه لها ثمن، والثمن الغالي ثمنه فيه.
انا هجيب الكتكوت غالي 5 جنيه ولا حاجه، فانا بس انا هلاقي الكتكوت معايا بسم الله ما شاء الله جايب معايا اوزان وجايب معايا الله اكبر يعني حاجه زي العسل. فطبعا انا مش هستخسر 5 جنيه في الاول وفي الاخر هتنفعني في الاخر، لان تحويله بيبقى عالي. فرخ اللي هو بيبقى اللي بيبقى فرز اول تحويله عالي عن الفرخ الكتكوت الفرز اول تحويل عالي، تحويل بيبقى اليوم بيومين ب10. فطبعا انا ايه يعني عن خبرتي وعن تجربتي، فانا الواحد اللي جربه بيقول عليه عشان كلنا نجيب نفس الفرخ اللي احنا ناخد منه الوزن اللي احنا عايزينه، ما نجيبش فرخ ونعاني معاه. انا هو زي ما قلت لكم الصغير دوت، انا طبعا اول ما جبت انا فرست كل الفراخ، بس طبعا الكتاكيت، بس طبعا هو كان وزنت ساعتها، وزنت برده كتكوت كان جايب 42، ده تمام وحلو. بس انا كنت ساعتها برجع له اللي معايا، وهو اللي بيحطوا لي، انا ما بفرزوش من وراه تاني. فكنت دي بقى غلطه، كنت بعمل ان هو ثقه يعني جاب لي حاجه حلوه، فهو ده جه فلته. كويس ان هو واحد بس، عشان طبعا هم ايه 15 ولازم ايه نبقى نطلع بحاجه ايه يعني بسم الله ما شاء الله. يا رب بقى اكون افدتكم لو بمعلومه صغيره، ويكون الفيديو ده اللي اعجبكم. بس ما تنسونيش بالله عليكم اللايك والاشتراك عشان تشجعونا ان احنا نقدم المزيد، لان طبعا انا ابني اللي بيرفع لي الفيديوهات، فطبعا لما بلاقيش مشاهدات او كده بيقول لي انت متعبه نفسك على الفاضي وكده. فانا عايزه طبعا القناه تكبر بيكم ان شاء الله، لان طبعا اللايك مش هيكلفكم شيء ولا الاشتراك في القناه هيكلفكم شيء، بس فانا عايزه اقدم حاجه وغيري يستفاد بيها. طبعا اللايك طبعا برضو بينشر الفيديو، غيرنا نستفاد. اللي عايز حاجه طعم زي البلدي هيربي بالطريقه دي، اللي عايز بقى حاجه اللي هي الابيض بس هيربي بقى على العلف بس. والعلف طبعا الفرخ لما بياكل علف بيشرب ميه كتير، فممكن الجسم يبقى مليان اكتر ميه من اللحم. لكن البدايل دي والله العظيم شرب الميه قليل وبيديكي لحم بسم الله ما شاء الله. يا رب اكون افدتكم بمعلومه صغيره، واشوفكم على خير واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.